عارف يعني ايه تنام وتحلم وتصحى تلاقي حلمك اتحقق؟ دي كانت حياتي في النادي الاهلي من يوم ما كنت طفل صغير. كنت شايف نفسي بالتيشيرت الاحمر بلعب قدام جمهور كبير بيهتف باسمي. الحلم ده مش بس اتحقق، ده جزء من حياتي وجزء مني. 15 سنه مروا عليا في النادي، 15 سنه عشت فيها لحظات كتير من الحب والتحديات والفخر. مش مجرد لعب كوره، دي كانت رحله فيها كل لحظه بتشكل جزء مني. يوم ما لبست تيشيرت الاهلي لاول مره حسيت ان دي لحظه عمرها ما تتكرر. اللحظه اللي عرفت فيها ان بيت واحد من اولاد النادي اللي حلمت بيه من صغري. كل تمريره قدمتها، كل هدف سجلته كانت مليانه احساس اني بعمل حاجه عظيمه، حاجه اكبر مني. الاهلي اداني اكتر من اللي كنت بحلم بيه، واداني شرف ان اسمي يرتبط بالنادي العظيم ده. الذكريات مش هتنتهي. انا فاكر اول مره دخلت ملعب التتش، الملعب اللي شاف مجهودنا وعرقنا، والملعب اللي شاهد على كل فرحه ونصر. وفاكر لما الجمهور اول مره هتف باسمي، اللحظه اللي حسيت فيها ان قلبي هيقف من الفرحه. الجمهور ده هو اللي صنعني، هو اللي وقف جنبي كل لحظه صعبه. بشكر مجلس اداره النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب، الراجل اللي عرف ازاي يحقق احلامنا، الراجل اللي كان دايما قدوه لينا كلنا، واللي عمره ما بخل علينا باي دعم او نصيحه. بشكر الجهاز الفني والطبي والاداري اللي كانوا دايما في ظهري والسند في الاوقات الصعبه، كانوا السبب ان اطلع افضل حاجه عندي على ارض الملعب. بشكر كل اللعيبه اخواتي اللي كانوا معايا الحلوه والمر. بشكركم على كل لحظه فرح عشناها مع بعض، وعلى كل بطوله حققناها كتف في كتف. اللحظات دي هتفضل محفوره في قلبي طول حياتي. وطبعا بشكر عيلتي اللي كانت دايما في ظهري وتدعمني، وكانوا سبب رئيسي في كل اللي وصلت له. واخيرا بشكر كل مشجع من جمهور النادي الاهلي العظيم، الجمهور اللي يفضل دايما في قلبي. انا خرجت من النادي الاهلي كلاعب، ولكن هفضل طول عمري مشجع للنادي الاهلي. الاهلي اعظم نادي في الكون، وهفضل دايما ابن النادي اللي علمني ان المجد ملوش حدود، وان الطموح هو اللي بيصنع الابطال.